السلام عليكم من طاري، جيت لكم في فيديو جديد. اليوم راح يكون الصغرة في القصة. نتكلم عن المرأة الصربية الراقصة اللي تطلع بالليل وكل شغلها انه ترقص بالشارع. كان انه بس الشخص اللي تقرب منها تهجم عليه بسرعة. اليوم الجزء الثاني مثل ما طلبتوا مني. سموا بسم الله بالعزيز الرحيم. خلينا نبلش. كانوا في شباب من صربيا رايحين لبيوتهم بالليل، فهم بالطريق تعدوا من قبال مستشفى وشافوا امرأة من بعيد عن ترقص الرقصة الصربية. فالامرأة طلبت منهم انه الشباب يرقصون معاه. فلما تقربوا منها حصل الرعب الحقيقي، انه شاف انهم خبية معاهم سكينة. كانت انه قبل هجمت عليهم بالسكينة، والشباب تراجعوا واستطاعوا يهربون منها. وراح الشباب لأقرب مركز شرطة وخبروا عن هاي المرأة. لما الشرطة راحت لنفس المكان ما لقوا أثر لهاي المرأة. كانت إنه هاي المرأة فيديوهاتها كثرت بالتيك توك، جابوا عدد مشاهداته هواي. من جابوا عدد مشاهداته هواي كانت في بنت عم تصور تيك توك. كانت بنت عم تصور عشان تثبت متابعينها هل هاي المرأة حقيقية أم لا. راحت لنفس المكان اللي طلعت بيها الامرأة الصربية الراقصة، نفس المكان وصورت. ولكن انه قالوا لها متابعينها انه في شي ورا السيارة. لكن اما تصورت جزء ثاني، طلبوا من عندها متابعينها صورت الجزء الثاني، وهذا اللي حصل بالصربية الراقصة. لكن شو حقيقة هاي المرأة؟ أتمنى أن يكون يعجبكم هذا الفيديو استفادتوا منه. أتمنى أنه بقصص جديدة. كانت نهاية مقدمتنا. كان معكم أخوكم ياسر الربيعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. مع السلامة.